هلا متابعيني، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم الروتين مالتي روتين بسيط، يوم من أيامي حبيت أصوره لكم. طبعا صار فترة كلش طويلة منقطع عن القناة، وبسبب مشكلة بالقناة، وإن شاء الله أحكي عنها بالفيديوهات الجاية من تنحل بشكل نهائي. وهواي بنات يمرن بهاي المشكلة، اللي عندهم قنوات بالبداية يمرون بهيج مشكلة، فأكو البعض راح يستفاد من هذا الشيء اللي مريت بيه، لأن أكثر القنوات هذه كانت مشكلتهم اللي بالبداية، يعني اللي قنواتهم بعدها بالبداية دائما يواجهون هيك مشكلة. فإن شاء الله أحكي عنها بالفيديوهات الجاية بالتفصيل، وشلون قدرت أحلها وإجت بنتيجة أو لا. فأنتظر مني أوصل للنتيجة النهائية إن شاء الله، وأحكي عنها بالفيديوهات الجاية. هنا دا أحضر ريوق للأطفال. بنات أتمنى دعمكم للفيديو وللقناة، لأن صار لي فترة كلش طويلة تاركة القناة بسبب هاي المشكلة والظروف. يعني كلش ديش الفترة يعني كنت كلش ضايجة بسبب هذا الموضوع، وبسبب اللي صار وياي بالقناة والمشكلة اللي صارت. فكلش ضجت، وحتى فكرت أترك القناة، بس قلت أحاول أحل المشكلة على مود أرجع لقناتي شلون قبل، ودائما متفاعلة بالقناة وأنشر بالقناة. انتو شلونكم بنات؟ إن شاء الله كلكم بخير. ومتابعاتي شلونكم حبايبي؟ اشتاقت لكم كلش، واشتاقيت لليوتيوب لأن صار فترة تارك اليوتيوب. بنات جربت هذا الجبن بس مو كلش طلع طيب بصراحة. أنا ما أجيب هاي الأجبان، يعني مو كلش أحبها، بس دائما نجيب جبن أنقور بصراحة كلش طيب، ويحبونه هم بالبيت كلش، الأطفال كلش يحبونه. بس هذا الجبن لا كلش يعني مو هالقد رغبوه وما حبوه، واني أولهم طبعا. بس حبيت أجربه، لأن مو دائما قلت لكم مو دائما أني أجيب هاي الأجبان اللي هو جبن المزارع. بس جبن العرب اللي ناخذه، يعني اللي هذول اللي يبيعون جيمر عرب وجبن عرب، أطيب بهواي من هذا الجبن المعلب، لأن هذا الطعم مالته ما طيب. مرة يطلع مالح، مرة يطلع بيه حموضة، يعني حسب، لأن يكون قديم عند السوبر ماركت، يعني لأن أكثر العالم ما تشتري منه. هنا بديت أحضر الغداء، كملنا الريوق وهوست الريوق، وبديت أجهز الغداء اللي هو برياني وتشريب دجاج. أنا البرياني هيجي أسوي: أحمس بصل ناعم، وأضيف الشعرية، وأقطع مكعبات بتيته، وأخلي التمر والكشمش كله أخبطه سوا والجزر. بس مو دائما أعتمد هاي الطريقة، بس من أكون مستعجلة أحضر هيك البرياني، لأن أني أسوي الحشوة واحد والتمن واحد، يكون أطيب بهواي من ما أخبطهم سوا، يطلع طعمه كلش طيب. بس مرات واحد يقعد الصبح إنه ما له خلق حتى يسوي غدا أو يوقف على الطباخ، فيكون تعبان أو مزاجه تعبان، فيسوي اللي أسهل شي ممكن، وبنفس الوقت يكون طعمه طيب. بس طلع طعمه كلش طيب. هنا أنا حضرت الغداء، وبديت أخلي عليه أفخاذ الدجاج البرياني. طبعا إحنا قليلين، وضفت اللوز عالتمن. طبعا كلش طيب طلع الطعم، مع العلم إنه أنا كنت مستعجلة من سويت الغداء، بس طلع الطعم كلش طيب. هنا دا صب التشريبة، بس صارت عيني شلون تشريبة كلش طيبة. التشريبة ضفت لها، طبعا ما قلت لكم انا ضفت للتشريبة، ضفت لها بصل والمكعبات بوتيتا وشوية عدس، وحمستهم كل زين، هم والافخاذ اهم شي تحمسوهن كل زين على مود تطلع الطعم مال التشريبة كلش طيب. اما اذا ضفناهم كلهم سوا وضفنا عليهم البهارات والمي وخليناهم على النار،
ما راح تطلع بالطعم اللي مثل ما تحمسين كل المواد سوا، تطلع أطيب بهواية من ما تضيفيهم بدون حمص. طبعا أنا أضيف دائما طماطة للتشريبة الدجاج، بس مو كلش هواية أضيف طماطة، فشي بسيط يعني تقريبا شيف طماطة بس واحد إنه أضيفه لمرقة الدجاج، أو طماطة صغيرة كلش أضيفها العفو للتشريبة مال الدجاج. يعني صارت شلون اليخني كلش طيبة التشريبة. هنا مستمرة دادير على مود أكمل الغدا، دادير بالتشريبة. جربوها لهاي التشريبة كلش طيبة. ضيفوا العدس، شوية حمص وبصل ومكعبات بوتيتة. وهذا غدانا وسهمكم العافية حبايبي. هنا أنا العصرية قلت شو أسوي يا رب عصرية، ففكرت إنه أسوي أسهل شي كب كيك، فسويت هذا. فبس حبيت أصور لكم الشكل، ما صورت لكم لأني منزلتها أنا بالقناة سابقا. وهذا عشاء بصراحة كان أخويا يمي اجى، قلت له شنو رأيك نروح للحديقة وناخذ عشانه ونتعشى برا أنا وأخويا وزوجي والأطفال. فقال ها هي تمام. فخابرت زوجي قلت له جيب لنا العشاء وياك نطلع للحديقة. هذا كله كان بنفس اليوم. فجاب كيلوين كباب، لأن أني وأخواني اثنيناتهم وزوجي والأطفال، فيعني يا دوب يكفي كيلوين، بس صار خير من الله. طبعا هنا أنا مخلي ويا الكباب عنبة، أول مرة بصراحة أشوف ويا الكباب عنبة، بس هو هذا طريقته هيج. المهم هسه راح نطلع للحديقة. تقريبا هذا الساعة 9، فطلعنا الحدائق أبو نواس وأخذنا مفرش والعشاء ورحنا تعشينا. فكانت أجواء كلش حلوة. لازم واحد بين فترة وفترة يطلع يغير جو، لأن إذا يظل بس بالبيت نفسيته راح تتعب وراح يكون دائما متنرفز. فدائما واحد يغير جو، يطلع. انتو بنات ملاحظين من واحد يكون أعصابه متوترة أو مشدودة، فإذا طلعتي وسولفتي وضحكة وسالفة من هنا ويا ناس تحبيهم راح تتغير نفسيتك، حتى أعصابك ما راح تكون مشدودة أو متوترة، أو يعني ما رأسا تتنرفزين من مواضيع تكون تافهة مرات تنرفز الشخص. بس دائما واحد من يغير من نفسيته ويطلع ويلتقي ويا الناس، طبعا راح تتغير نفسيته وتكون يعني دائما يكون بياخذ الأمور بهداوة وبشكل طبيعي، عكس اللي يكون منه هو الشخص هو عليه ضغوطات ووضعيته يعني تكون أو يعني مشاكل، يعيش مشاكل أو هموم، وبنفس الوقت بالبيت نهائيا ما يطلع أو ما يلتقي ويا أحد. فهاي كلها راح تخليه حتى شخصيته تتغير، أو يكون عصبي، يكون متوتر. فدائما أني بصراحة يعني من أكون يعني ضايجة من شيء أو متوترة أو يعني مخنوقة من شيء، فدائما أحب يعني إنه أطلع على مود أنسى هذا الشيء، أو يعني أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. يعني واحد لازم يطلع حتى لو في مكان بسيط، مو شرط إنه طلعة يعني تكون مكلفة، يقدر هو يسوي أشياء بسيطة يونس بيها روحه ويغير مزاجه. مثلا ناخذ أكل نروح للحديقة، أو نروح مثلا في مكان ترفيهي بسيط. يعني المهم يخلق لنفسه أجواء تكون مريحة. وهنا خلصنا وعزلنا وراح نرجع للبيت، وأقولكم مع ألف سلامة ودمتم في رعاية الله وحفظه. باي باي.